أن الإنسان ما يقدر يختبر الإنسان الآخر إلا إذا تعرض إلى شدة. يعني أنت في مسيرتك بالحياة لما تريد تعرف أن هذا صديق لك بالسراء أو لا والضراء بتعرفه بالشدائد. مو يقول أحد الأدباء إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا اللون اللي يكشف الإنسان في الواقع، اللون من التصرف أو السلوك يكشف لك أن معادن الناس تنعرف بالشدة. التماطول أكو رخاء عندك وانت أوضاعك مثلا ماشي على ما ينبغي، ما تقدر تتعرف على أصدقائك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله محمد. صباح الخير، شلون شين يا خواتي وامهاتي وخالاتي كل الهلا بيجين وحياكن الله. جيتكم هذا فيديو ان شاء الله يعجبكم. روتين كلش بسيط بنفس الوقت محفز تشجيعي. هواية من عندنا نحتاج هيجي فيديوهات تكون تحفيزية لما التنظيف او شي راد للتحفيز شوية. مرات احنا هم يصير عندنا خمول او تعب او كسل، وتدرون شهر رمضان الحمد لله والشكر خلص بخير وسلامة، يعود علينا وعلى الجميع وعلى أمة محمد إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. مثل ما تشوفون قلت لكم أنا من نص رمضان بديت هيك أشتغل شغلات مثل البطانيات مثل الفرشات الدواسات أجلكم الله، يعني ما خليت شيء. فلي هنا لحد اليوم أنا اكتفيت، بعد يكون بس عناية بالبشرة أو عناية بالشعر أو هواية أمور إن شاء الله ما تنزلكم فيديو بعد يومين 3 تقريبا أو يومين بعد بالقليل. الحمد لله والشكر خلص بصحة وسلامة وراحة بال إن شاء الله. أرحب بمشتركاتي كل الهلا بيك، نورتني يا عمري، على راسي هنا وسهلا من أي محافظة تنضم لقناتي. وآسفاني على الانقطاع تقريبا صار الأسبوع، تدرون يعني شغل بالبيت وجبت ملابس للبنات. أهم شيء البنات، الحمد لله والشكر كفيت كل شغلي ما عندي شيء. وأريد تدعون لي إن شاء الله بالصحة والسلامة. شوية تعبانة بنات، كلش تعبانة يعني مو شون ما كان، محتاجة دعواتكم وكثرة الصلاة على محمد بهذا الفيديو بنات. أحتاج كلش هواية وتدعون لي إن شاء الله. فمثل ما تشوفون هنا نظفت وكملت، وحتى الغسالة ما خليت، قلت لكم يعني هذا بقى شيء قليل علي قاعدة أرتب بيه، أو أول بأول أنا ما أخلي شيء يتراكم من شغل البيت. وأشكر تعليقاتكم ذاك الفيديو بدون استثناء يا عمري، حياكن الله. وإن شاء الله استفادية من ذاك الفيديو لما حكيت لكم عن شلون تقتصدن أو تجمعن وفد شي. إن شاء الله ما تنزل هيك فيديو. أو شلونكم حبايب؟ نظفتي يعني التنظيف الثقيل بعدكم؟ أنا الحمد لله والشكر خلصت ما عندي شي بعد براي بس الكليجة ويعني هيجي تدرون يعني هيجي يعني بس شغل كلش بسيط بقى علي الحمد لله والشكر. والكليجة كتبوا لنا بالتعليقات اللي نظفت تنظيف ثقيل، اللي شالت الفراش، حتى أنا هم أتشجع وياكم. وبالذات الكليجة اللي مسوية كليجة تكتب لي بالتعليقات حتى أنا أشجع. أنا إن شاء الله الكليجة على يوم الأربعاء بحيل الله إن شاء الله بالليل نسويها أنا والبنات. مثل ما تشوفون هذا الحمام الخارجي البرة نظفت بيه أي شغلة. فهنا حبيت أخلي حنا لذن الزغار طبعا دائما أحتني بشعرهن. مثل ما تشوفون هنا خليته يعني هيجي لين، خليت الشعرهن يحبن الحنة. أو صحيح يعني الجو هالأيام بيه برودة مو مثل قبل، بس إن شاء الله صحة وعافية. مثل ما تشوفون هنا هسه كمل الشعر البنات. وأشوف شنو بعد عندي، يعني فيديو شاركتكم من الصبح لحد الفطور، يعني شغلات كلش بسيطة. هنا يا بنات الغرفة مالتي طبعا بعتها، ما كنت ضايجة من عندها كلش هواي، ما أدري ليش بعتها الحمد لله والشكر. أكو بنية كانت محتاجة بس مراية ومحتاجة شرباية فشالتن وخذت إن شاء الله عليها بالعافية. أنا بقت لي بس الزاوية، طبعا أنا هم ما محتاجتها، هم إن شاء الله أشيلها بغير مكان. والله يرزقنا إن شاء الله. ادعوا لي بنات تحقق اللي ببالي يا ربي. كتبونا بالتعليقات حبايب قلبي حتى أنا أشجع وياكم أو أشجع أنزل هيجي فيديوهات. هنا طبعا الغرفة مالتي غسلتها غسل مثل ما تشوفون، يعني ما أرتاح إذا ما أغسل الشي من البداية للنهاية، يصير عندي ما أدري شنو، يصير عندي فد وهواس بيه.
فمثل ما تشوفون هنا الغرفة مالتي غسلتها وكملتها. عندي هواي شغلات شاركتها وياكم إن شاء الله، روتين تحفيزي أو أهلنا قبل أو ناسنا الطيبين وجيل الطيبين لما نشوف وحدة غاسلة مداتها وغاسلة زوالي أو بطانيات خلتهن على السياج، فهاي هنا جارة هم يصير عندها شي حافز. يعني أم فلان غسلت أنا هم ما أروح أنظف، يعني هاي سوت هيك أنا هم يعني هم نحتاج هيك، أنا هم حالكم مرات تحتاج هيك فيديوهات تحفيزية. فمثل ما تشوفون هنا، شوفوا الكركبة والهوسة اللي بقت عليه. طبعا هنا هاي هسه بالاستقبال خليته هم ترى رتبه، والفراش مالته بعدني ما غاسلته، ما ادري غسله ما ادري لا، يعني ما يحتاج غسل لان مجرد بس الزباين يقعدن اللي جايبات قصاده ويردن يشتري لهن شغله فد شي فيقعدن هنا، فيحتاج تقريبا هيجي بس ارتبه. فمثل ما تشوفون هنا حتى المطبخ غسلته غسل، الحيطان القاعية تقريبا ما خليت أي شيء أنا والبنات الله يخليهن. في صادف أكو عطل، فالحمد لله وشكر مرات من برا السحور نشتغل لحد الصلاة ما عندنا شيء بعد. وصراحة بنات هاي الفترة كلش أني يعني صايرة أقعد متأخرة، هسه ضحكون علي يجوز ب8 ونص، هاي عود متأخرة لأن أنا متعودة أقعد ب6:30 للمدارس. فتقعدين هنا تحسين روحك تعبانة، تحسين روحك يعني الوقت ما أخذك، بس أنا ما عندي شيء من نقعد كله مرتب الحمد لله والشكر. هنا مثل ما تشوفون أنا الكاونتر لحد الآن مضوجني لأن خالته بالقاع ما شادته، يجوز أبيعه ما أعرف يعني بعدني، يعني ما باقي على رأي واحد. فمثل ما تشوفون هو عاجبني الشكل مالته، يعني الخانات مالته كلش كبار ياخذن أشياء هواية يعني، بس ما أدري بعدنا خلينا نشوف لو أشده لو أبيعه. فكتبوا لي بالتعليقات بنات، أنا هم أريد رأيكم، يعني آراءكم كلش حلوة وتعليقاتكم كلش حلوة مميزة. يعني مثل ما تشوفون هنا وصلني هذا المسواق البسيطة والفاكهة البسيطة. طبعا شهر رمضان نحتاج هيك أكلات، وخاصة للبنات طالبات وشي فيحتاجن هيك أكلات، مو مثلنا احنا الكبار نقتنع بأي شي. الحمد لله والشكر، أهم شي الرزق والعافية وراحة البال. واللي تريد عناية بالبشرة أو صبغ الشعر أو فد شي تكتب لي بالتعليقات حتى أنا همات أشجعكم وأفيدكم بفيديو بسيط إن شاء الله على الفيديوهات الجاية. ومالت الكليجة لا تنسونها بنات. فمثل ما تشوفون هنا هسه راح أكمل. اليوم سويت لهم دجاج بالسماق مثل ما تشوفون، سهل وسريع بنفس الوقت. وهنا همات عاجنة، والله الأيام بنات أنا أكثر شي مخلصتها على الصمون، لأن شوية يصير عندي لود بالشغل، تدرون يعني البنات دراسة وفد شي ما خليهن خطية عليهن الشغل البسيط. فمثل ما تشوفون هذا الفطور مالتنا، يكون سهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي، تمنيناكم ويانا ولو شي بسيط. الحمد لله والشكر، الرزق والعافية وراحة البال. اكتبوا لنا بالتعليقات يا يحب الخبز الحار على الفطور. أنا دائما وأكثر شي بالسحور إن من يكون ما عندي صمون أسوي عجين وجبة كلش قليلة وأقعد أخبزها. فأنا يحبن هوي الأجبان وهي البيض العفو. مثل ما تشوفون حبايب قلبي هنا هماتي كملت الملابس مالت البنات، خدت لهن يعني، واني والبنات الكبار لا والله خذنا هذا اللي موديل المخور اللي يسمونه بنات. كتبوا لنا بالتعليقات يعني حلو موديله مو حلو ما اعرف انا صراحه، بس خذنا انا والبنات. وذن اخذت لهن سوتات ان شاء الله همات على الفيديو الجاي. انا عندي تصوير كلش هوايه بس شوي المونتاج ياخرني. مثل ما تشوفون هنا هسه جهزت الدجاج بالسماق وخبزت، وهاي الله يخلي البنات ويحفظهن ويحفظ بنياتكم. اللي يشارك وياهم هاي بالطبخ او بالمطبخ تكتب لي بالتعليقات حتى انا هم استفاد واشجع وبناتي هم يشجعن. فمثل ما تشوفون دنا انا ما اهتم لهن كلهن لان بناتي يسوونهن العفو تقريبا بالخمسة وربع يقومن يسوون هيك كل وحده شغله الله يخليهن. فهنا ينتهن. اللي وصلت لي هنا وعجبها هيك فيديو تشترك بالقناة حتى قناتي تكبر بيكم يا أهلي يا طيبين. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو ولو شيء بسيط استفاديتوا منه كتبوا لي بالتعليقات. اترقبوا الأفضل إن شاء الله. أترككم بحفظ الله وأمانة، إلى اللقاء، ألتقيكم في فيديو جديد.